عندي سؤال كده واحد ممكن تتحفظ عليه لو مش عايزه يعني، بس أنا بسألك بصفتك عندك خبرة بعالم الإخوان وسيرة في الفترة الأخيرة كثيرا. هما بيهددونا بساعة الصفر. عندكم بتاع ساعة الصفر ده؟ إيه ساعة الصفر؟ لا جايزوا لنا، هنوريهولك دلوقتي. ساعة الصفر دي هيخرج فيها الإخوان المسلمين كلهم يدمروا كل حاجة. لا ده مش كلامي، ده كلامهم هم. حضرتك هسمعهولك دلوقتي اهو. أيها الأحباب الكرام، أحببت أن أطمئنكم أن إخوانكم في أماكن متعددة من القاهرة في اجتماعات مثلكم تماما في أماكن معروفة ومنتظرون ساعة الصفر. إخوانكم في المحافظات في الصعيد والمنوفية والفيوم وكفر الشيخ وغيرها من المحافظات في انتظار ساعة الصفر. وليدخل الفئران إلى جحورهم وليظهر الأطهار. أيها الإخوة، كنا في الاجتماع المهندس خيرت الشاطر قال للشيخ وحيد وللعلماء في مئات الآلاف مرابطين في 10 أماكن في القاهرة. فقال له ابحث يا شاطر، ابحث يا شاطر، ابحث يا شاطر، ابحث يا شاطر. احنا هننطلق دلوقتي، لكن ساعة الصفر للشعب المصري كله من أقطاع لأقطاع معروفة. إذا حاول أحد التعدي على الشرعية الديمقراطية اللي اختارها هذا الشعب من خلال، أنا ما بتكلمش عن مظاهرات ولا اعتصام ولا احتجاج، الكل من حقه أن يعبر عن مواقفه، لكن إذا قام أحد باقتحام بالقصر الجمهوري أو بمدى الإذاعة والتلفزيون اللي احنا مش راضيين عن معظم ما يقدم فيه، لكن إذا ما تم اقتحامه بما يمثل من مشروعية لهذا الشعب، ساعة الصفر للشعب كله معروفة من خروج. الزمان لن يعود للوراء، ولن نعود إلى السجون، ولن نعود إلى المعتقلات، ولن يكتم صوتنا. الإسلام قادم، ولن يستطيع أحد مخلوق كائنا من كان أن يسقط محمد مرسي. محمد مرسي هو الشخص الوحيد في مصر الآن الذي يحمل هذه الشرعية، ومن يفكر في إسقاطه فأقول لهم دونها الرقاب، دونها الرقاب، دونها الرقاب، وإذا قلناها فعلناها.